لقيت البيضه الثالثه. ده معنى كده ايه؟ النتايه تبيض 3 بيضات، النتايه بيضت 3 وهم في السلاكه محبوسين، عشان ما حدش يقول لي ده بيض حد تاني. طبعا معظمكم هيقول ايه؟ لا نتايتين. اهو يا جماعه 3 بيضات كسروا بيضه. والله اول ما اشوفها دلوقتي مكتوب عليها 6-1 اهو، 6-1 بس طبعا الكسر ريعها. والبيضة التانية برضو اهي 6-1 اللي هم متبيضين في نفس اليوم. البيضتين دول في وقت واحد اهم. بعدها بيومين البيضة دي اللي انا ما كتبتش عليها، بعدها بيومين دي كانت 8-1. انا شاكك ان هم نتايتين وانت شاكك انهم نتايتين. طيب انا طفيت النور وتعالى نفرز البيض. بقى لهم دول 7 ايام، ودي الاخيرة بقى لها 5 ايام اللي هي ما كتبتش عليها تاريخ. هنبدأ باللي هي اخر بيضة يا جماعة، معرقة اهو بس لسه جديد، عمرانة برضو هنا دي من قبلها شوية فباين فيها اكتر، ده اوضح. طب دي دي البيضة التالتة اللي هي كسروها، دي كانت فارغة. الباب ده انقفل على طول، انا باكل واقفل. وقت انا هاخد البيض البطين بتوعها دول احضنهم تحت حمام تاني. انا عايز اعرف واتاكد، انا لسه شاكك لحد الان، انا لسه شاكك رغم ان البيض مخصب. عايز اخد البطين احطهم تحت حمام تاني احضنهم، في نفس الوقت استفاد ان يطلع لي من السلاله اللي هي الحجم الكبير ده. انا محتاجهم ان انا يتجوزهم من الحمام اللي عندي، الزغاليل اللي هتطلع منهم، علشان برضو زي ما قلت لك موضوع تجديد الدم ده. وفي نفس الوقت استفاد عيش زياده، واتاكد كمان من الحمامتين دول ان هم ذكر وانتايه ولا انتايتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. ازيكم وحشونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة نفس القص اللاحم اللي هو كان بيض 3 بيضات المرة اللي فاتت، وأنا افتكرتهم نتايتين. زي ما قلت لكم هنتابعوا مع بعض. أنا المرة اللي فاتت شلت البيض بتاعه وحضنته تحت حمام تاني. النهاردة بالظبط 24/1. احنا النهاردة الوقت تقريبا العصر، فلقيت النتاية برضو باضت البطين مع بعض في نفس الوقت زي المرة اللي فاتت. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هشيل البيض منها لان هما القص تقيل فبيكسر البيض. في ناس شككت ان اللي معاها الذكر ده ان هو نتاية، وقالوا ان مفيش حمام بيبيض 3. الله، اعطي للنتاية نص قرص من الكالسيوم ده، دي 3F، واعطيها فصين توم اقشرهم وازغطهم لها كده. وبرضه لما تبيض تاني بكره هعطيها، وبعد بكره هعطيها برضه نص قرص الكالسيوم والفصين التوم. كتبت على البيض اهو مميز 24/1 البطين. هشيلهم دلوقتي. كي بيضة بلاستيك هنحطها يرقدوا عليها علشان نشوفهم هيبيضوا البيضة التالتة ولا لا. طبعا هنحتفظ بالبيض في مكان امن، بحط له انا في علبة كده وفي قطن وعينه في مكان امن لحد ما نشوف باقي البيض. بقفل النهارده 26/1. طبعا يوم 24 البطين اللي انا شلتهم وحطيتهم في العلبه دي. العلبه كده بحتفظ بيهم على ما نشوف النتايه هتبيض اليوم اللي بعده ايه، لان طبعا هي بيضت البطين دول في نفس اليوم. لا النهارده 26 يعني كانت بيضه اول امبارح. ده هنشوف يوم 26 اخبارها ايه وباضت ايه. طبعا ده الذكر اللي راقد على البيض. انا كنت حاطط بيضه بلاستيك، دي البيضه البلاستيك. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، بيضت بطين في وقت واحد. النتايه دي بتبيض توائم. طبعا كل واحد هيقول ان هم نتايتين، انا نفسي بقول نتايتين، لكن انت احكم انت بنفسك. بسم الله ما شاء الله، الذكر اهو، والنتايه اللي هي ورا دي ما شاء الله لا قوه الا بالله. وحش يا جماعه، هو الذكر ذكر. وبعدين الناس اللي هتشكك، انا نفسي شكيت، عشان كده انا امبارح قايس او جسيت الذكر والنتايه. النتايه هي اللي كان عليها بيض، الذكر ما كانش عليه بيض، عشان ما نقولش ان هو نتايه. النتايه كانت محجره فيها، لكن الذكر جسيته كده ما فيش حاجه، يعني ذكر. يبقى كده النتايه دي بتبيض 4. اول مره يا جماعه اشوف فعلا النتايه اللي بتبيض 4 دي. فعلا النتايه دي معجزه. لكن هو عيبه القص ده ان هم بيكسروا البيض، لان الاثنين عايزين يرقدوا في وقت واحد، والقص ده تقيل، يعني مش هتتخيل الا لما تمسك في ايدك كده الفرق، خاصه الذكر بزياده شويه. دول هنكتب عليهم برضو التاريخ 26/1، وهنحضنهم تحت حمام بيض النهارده او هيبيض بكره او امبارح، مش مشكله يعني، فرق يوم. كتبت عليهم اهو يا جماعه 26/1 مميز عشان اميزهم طبعا عن البيض الثاني. طب حد هيقول لي هو البيض صغير، هو فعلا صغير شويه، لكن ان هو
يشبه مثلا نقول بيض الحمام البلدي او بيض الحمام الزاجل، لكن هو بيض الحمام اللحم بيكون اكبر شويه، لكن حجمه مقبول يعني ان هو يفقس. لكن نتاية بيض 4 بيضات دي حاجه اول مره اشوفها. ليه بقى انا هسيب دول تاني يحصوا التاني كمان للمره الثالثه، ان انا اشوفهم برضو اختبرهم هيعملوا ايه. هل هم طبعهم ان هم يبيضوا 3 و4؟ العش اللي فات كان 3، كسروا منهم 2 لان كنت سبت لهم البيض اول مره اجربهم، ان انا شاريهم ما اعرفش شغلهم. فناخد البيض ده، عايز اعمل منه سلاله ان شاء الله. البيضه الثانيه اللي قبل العش اللي فات تقريبا فقست تحت حمام تاني. هسيب لك رابط الفيديو في اول تعليق على الفيديو ده. هنحضن حصويتين هنا تحت القص ده. النتايه دي هنشوف بيضه ايه. بيضه اهو. البيضه دي بيضها اول امبارح، يعني المفروض تبيض البيضه الثانيه دلوقتي. انا هاخد البيضه بتاعتها دي البيضه اللي انا شلتها من النتايه اللي لسه بيضها، بقول لك لسه هتبيض الثانيه دلوقتي. هنشوف الحجم، في فرق في الحجم يا جماعه اهو، بسم الله ما شاء الله. اللي بيض 4 طبعا اصغر شويه لان هم 4 من النتايه دي بتبيض توائم. المره اللي فاتت بيضت 3. هحط البطين دول للنتايه اللي هي لسه هتبيض البيضه الثانيه دلوقتي يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. اخد برضو البطين اللي لسه اللي هم معانا اللي باللون الاخضر دول، هنحطهم برضو تحت قص تاني. معانا هنا القص ده بسم الله ما شاء الله برضو محصيها حصوايه، والمفروض انها تحصي الحصوه التانيه النهارده. فانا هاخد البيض بتاعها، اخد البيضه اللي تحتها واحط لها البيضتين اللي انا كاتب عليهم باللون الاخضر. زي ما بقول لك انا محتاج اشوف السلاله دي، ومحتاج في نفس الوقت اتاكد ان البيض عمران ولا البيض فارغ. النهارده 1 فبراير يعني 1/2. ادي القص ما شاء الله بيجهز عش جديد. نشوف القصوص اللي انا حضنت تحتها، يعني فات كده من يوم 26 1/1 نقول مثلا ايه 5 ايام. النهارده 2/2 هنكشف على بيض القص ده اللي هو بيض 4 بيضات. اول واحده فارغه، نجيب اختها اللي هي اتباضت معاها في نفس اليوم اهو. جبنا التانية اهي ما شاء الله ما شاء الله مخصبه. دي اختها، يبقى واحده وواحده تمام. نشوف اللي هم اتباضوا يوم 26. دي واحده من اللي اتباضت يوم 26. كان فيها تقريبا ده اهو فيها تخصيب بس فرش زي ما حضرتك شايف كده، اللي عمل الدايره الكبيره دي. يبقى دي باظت، لكن هي كانت مخصبه. المهم احنا كده اتاكدنا ان عندنا ذكر، ان هو ذكر وانتايه، عشان الناس اللي هتقول ده نتايتين، لا هم ذكر وانتايه. دي مخصبه بس دي ايه باين فيها اكتر. يبقى كده فيهم بيضة من كل يوم اتباضهم، بيضة مخصبة وبيضة فارغة. الظاهر كده ان هو ما ينفعش يكونوا الاثنين اللي في يوم واحد عمرانين، اللي بياخد التخصيب بيضة واحدة. المهم معانا بطين عمرانين من القص اللي بيبيض 4 ده. بس هل بقى السؤال، هل ممكن ينفع ان هو يكونوا من 4 مخصبين ولا ما ينفعش؟ طبعا هو معجزة ان هم يبيضوا 4. مفيش، انا ما شفتش النتاية اللي بتبيض 4 دي قبل كده. 2 توائم في كل يوم، يعني بتبيض يوم 24 2 ويوم 26 تبيض 2 مع بعض. ده حاجة أول مرة أشوفها. لكن هو بقى هل ممكن يكون ال4 مخصبين؟ فاللي أنا هعمله إن أنا هغير الذكر بتاعها ده. هي طبعا كانت بتجهز لعش، بتحضر العش، بس اللي أنا بفكر فيه جديا إن أنا أشوف لها ذكر تاني عشان أختبر. ممكن يكون عشان الذكر حجمه تقيل فمش قادر يخصب كويس، معرفش. او ان انا اعطيه سيلينيوم واعطيه فلفل اسود واسيبه كمان اختبره كمان عش. هجربه كمان عش. اعطيه فلفل اسود في الفم 3-4 ايام اسبوع، 3 حبات فلفل 4 حبات فلفل، واستخدم السيلينيوم المستورد اللي انا بستخدمه معاهم. بس هكثف الجرعه شويه للذكر ونشوف اذا طلع برضو بطين ملانين وبطين فاضيين او 3 زي ما كان عامل في العش اللي قبل كده. هنشوف، ابقى افكر اغير الذكر. برضو انا نفسي يطلع ال4 مخصبين، تكون دي المعجزه الكبرى بقى. لايه الفايده ان هو طلعت 4 ومنهم 2 مخصبين و2 فاضيين؟ مفيش فايده غير ان احنا ان البيض طلع حاجه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.